سوريا والحافظ الله. هلا والهلا مبروك. ما شاء الله. طبعا ما لك محاضرة الداخل الحمد لله. عليهم ادعونا نصل بالسلامة. الحين حركنا. يلا توكلنا عليك يا كريم، يا الله يا ارحم الراحمين يا رب. بسم الله. ادعونا نصل بالسلامة يا رب. حان وقت الممشى. وفاة اليوتيوبر السوري أحمد الحسين الحمد، الملقب على مواقع التواصل الاجتماعي بأبو شنب، والمقيم في الكويت، من أبناء دير الزور مدينة الشعفة، إثر حادث مرور فجر اليوم في دولة الكويت. وتوفي أحمد الحسين أثناء سيره إلى سوريا، وقد أثار خبر وفاته حالة من الحزن والصدمة بين متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي. أحمد الحسين الحمد المعروف بأبو شنب هو ناشط سوري اشتهر بمقاطع فكاهية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث استطاع أن يجذب شعبية كبيرة تضم أكثر من 600 ألف متابع. ولد أحمد في سوريا، وانتقلت أسرته إلى الكويت، حيث بدأ مشواره في تقديم المحتوى الفريد والمميز الذي جعله من المشاهير في العالم العربي. وفي الثاني من أغسطس عام 2023 تعرض أحمد لحادث سير مأساوي في الكويت أثناء انتقاله إلى سوريا، مما أدى إلى وفاته. نهاية مأساوية للشاب السوري أبو شنب، حيث احترقت سيارته في الكويت ببداية سفره إلى بلدة سوريا بعد سنوات من الغياب. يبدو أن المآسي تلاحق السوريين في بلادهم وخارجها. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسألكم الدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة في التعليقات.